بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم راح نحضر معاكم طرطيلات الفراولة بكريم باتيسير، وصفة بزاف بنينة وتحمر لكم وجهكم. نروح نشوفوا مقادير العجينة. نحتاج 250 غرام مارغرين، ربع كأس زيت، كأس سكر ناعم، 2 بيض، فانيليا وخميرة كيميائية. ونحتاج كذلك فرينة باش نطمو بها العجينة تاعنا. نجيبو غيسيبيون باش نحضروا العجينة تاعنا. اول شيء راح نديرو المارغرين، نزيدو عليه الزيت، فانيليا وزوج حبات بيض. نزيدو نجيبو السكر الناعم تاعنا، نجوزوه في صفايه، ونجيبو فوي ونخلطو كامل المكونات تاعنا هكذا. نخلطو مليح المكونات تاعنا حتى تولي لنا شغل كريمه هكذا كما راكم تشوفوا. نجيبو فرينه ونبداو نزيدو فيها بعد ما نجوزوها في صفايه. ضفت الكأس الأول ومن بعد ضفت الكأس الثاني. نجيب كذلك الخميرة الكيميائية، ندير نصف ملعقة صغيرة، ونبداو نطمو في العجينة تاعنا. وكل مرة نبقاو نزيدو في الفرينة حتى تنطم كامل. والعجينة تاعنا لازم تكون طرية هكذا كما راكم تشوفوا. نديروها في كيس بلاستيكي ونخلوها ترتاح في الثلاجة. نجيب ليمول اللي نخدم بيهم هاهم ليك، ونبدا نخدم العجينة تاعي في ليمول هكذا كما راكم تشوفوا حتى نكملهم كامل ونثقبهم وندخلهم للكونجيلاتور لمدة نصف ساعة، ومن بعد باش ندخلهم للفور يطيبوا في درجة حرارة 160. بعد ما ندخل ليمول تاعي للفور باش يطيبوا، بعد ما يجوزوا 5 دقائق من اللي دخلتهم نهبط الاطراف اللي نتفخوا لنا. نروحوا نحضروا كريم باتيسير. باش نحضروا كريم باتيسير تاعنا نحتاجوا كأس وربع حليب، ربع كأس سكر، ملعقة كبيرة نشاء، فانيليا وحبة بيض. نجيب كسرونة ونبدأ نحط في الحليب كأس وربع، ونديها نحطها فوق النار تسخن. في غيسيبيون نبدأ نحط البيض تاعي ونزيد عليها السكر والفانيليا ونخلط مليح المكونات تاعي، ومن بعد نزيد نجيب النشاء تاعي ونبدأ نخلط كذلك حتى يتجانسوا كامل المكونات تاعي هكذا. نجيب الحليب تاعي ونبدأ نضيف فيه بكميات قليلة مع الاستمرار في التحريك. نحركو مليح بالفوي. نجيبو الكسرونة اللي سخنا فيها الحليب، نعاودو نرجعو فيها خليط الحليب بعد ما نصفيه، ونديها نحطها فوق النار حتى تعقد لي هكذا بهذا القوام.
نجيبو طبسي نحطو فيه الكريمه تاعنا، نحطوها كامل ونسويها. ومن بعد نجيب بابي فيلم نغطيها ونديها للثلاجه، نخليها حتى تبرد لي مليح مليح. نروحو نحضروا لا كريم شونتيي اللي نضيفوها للكريمه باتيسير تاعنا باش تولي لنا خفيفه. عندنا كميه من كريم من بودره الشونتيي، نضيفوا لها نفس الكميه من ماء بارد. نجيبو ريسيبيون باش نحضروا لا كريم شونتيي تاعنا، نديروا لا كريم بودره الشونتيي، نزيدوا فوقها الماء بارد، ونجيبوا فوي ونخلطوا المكونين تاعنا حتى تولي لنا كريمه متجانسه وثقيله هكذا كما راكم تشوفوا. نزيدوا نخلطوا شويه مليح هكذا. لا كريم باتيسير تاعنا راهي بردت، نحوها من الثلاجه ونبداو نضيفوا فيها، نضيفوها كامل لا كريم شونتيي تاعنا، ونجيبوا الضرب الكهربائي ونخلطوا لا كريم باتيسير تاعنا ولا كريم شونتيي باش يمتزجوا وتولي لنا الكريمه تاعنا خفيفه وملساء. وبعد ما نخلطوا مليح الكريمه تاعنا نجيبوا اون بوش نحطوا فيها الكريمه تاعنا باش نبداو نعمروا لي فون دو طارت تاعنا هكذا كما راكم تشوفوا. نعمروا كامل لي فون دو طارت تاعنا. هاد الكريمه بزاف بنينه. ونجيبوا الفراوله تاعنا ونبداو نزينوا لي طارطولات تاعنا. بعد ما نكملوا نزينوا كامل لي طارطولات تاعنا، نجيبوا ناباج ونبداو نديروا فيه بالبنسو فوق الفراوله تاعنا. هكذا يكونوا لي طارطولات تاعنا واجدين لنهار اليوم. لا كريم باتيسير تاعنا خرجت بزاف بنينه وخفيفه، والعجينه تاعنا خرجت مقرمشه. هنا نكونوا كملنا وصفتنا لنهار اليوم. نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم، وتدعموني وتشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. نلتقي مع وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.